مودرن واسماعيلي انتهت بالتعادل يعني. فاللائحه ممكن تخسر النادي الاهلي هذا اللقاء لو دي الحقيقه. تواصلنا مع طه عزت رئيس لجنه المسابقات، ويمكن كمان المراقب المباراه اللي اكد ان السكور شيت الاساسي اللي جاله لا كريم الدبيس اساسي. وطه عزت على لسانه قال مفيش اي مشكله، السكور شيت اللي عندنا موجود فيه كريم الدبيس اساسي، او القائمه يعني اللي عندنا موجوده فيه كريم الدبيس اساسي. ابتدى طب ازاي ده حصل؟ قال لك المدير الاداري بتاع النادي الاهلي هو اللي غلط. يعني المدير الاداري بتاع النادي الاهلي هو اللي غلط، حط عمر الساعي اساسي وطلع كريم الدبيس. طبعا بالمنطق وبالعقل لا منطقي ان مدير اداري يغلط في حاجه زي كده، اول مره تحصل على فكره. يعني ما بتحصلش كتير ان مدير اداري واكل شارب نايم عارف التشكيل، عارف مين هيلعب مين مش هيلعب، عارف تيشيرتات اللعيبه، ما ينفعش يحط صح على عمر الساعي وكريم الدبيس. لو احنا شفنا التشكيل بتاع النادي الاهلي بالمنطق وبالعقل كده نقول ان عمر الساعي مش هو اللي هيلعب، لان لازم يكون في باك ليفت في اللقاء. خالد، وحضرتك ما لقيتش اي حاجه في التحكيم ولا حاجه جادل فيها؟ جاي تكلمني ان في 3 نقاط ممكن يروحوا من الاهلي في مباراه فيوتشا بسبب كريم الدبيس وعمر الساعي؟ ده بتيجي ازاي اصلا؟ واللجنه المعنيه قالت ان كان موجود كريم الدبيس. مراقب المباراه قال لك ان تشكيل المباراه ما فيش اي اخطاء وكان موجود اصلا كريم الدبيس. ده غير ان اصلا يعني ازاي هيلعب بعمر الساعي باك؟ يعني ده المفروض انك انت يعني راجل لاعب كره قدم وبتفهم.